السلام عليكم، ازيكم عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسلامة. في الفيديو ده هنتكلم عن آخر أخبار صفقات الزمالك الجديدة 2025 ميركاتو شتوي من نار للفارس الأبيض. بس قبل ما أكمل الفيديو ما تنساش تعمل لي اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد، خصوصا القناة دي معمولة لكل الرياضة المصرية، بيوصل لك أول بأول كل المباريات المصرية وحتى الأفريقية سواء للأهلي أو للزمالك. وما تنساش تعمل لي اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس. يلا بينا نبدأ صفقات نادي الزمالك. بس تعالوا نتعرف قبل ما نعرف صفقات نادي الزمالك الجديدة، لا تعالوا نتعرف على الأسماء الراحلين عن نادي الزمالك. الأسماء الراحلين عن نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي، وقد أعلن المدرب السويسري كريستيان جروس عن الأسماء الراحلين عن نادي الزمالك لعدم الاقتناع بمستواهم الفني، بالإضافة إلى إصابة بعض اللاعبين خلال الفترة الحالية. وقد جاءت الأسماء الراحلين عن الزمالك خلال هذا الميركاتو الشتوي عن النجوم التالية: كورناد ميشلاك. طبعا مشلاك يا جماعة، والله أنا كنت متخيل إن مشلاك هيكون كويس جدا جدا مع الزمالك وإنه لعيب سريع، بس مشكلته ما جاش معاه التوفيق أو الحظ إنه يجيب جون أو اتنين يقنع الجمهور بمستواه. ما بيعرفش يفنش قدام الجون، ممكن يروح يراوغ وبيلعب كويس وبيدي كمان سرعات كويسة، بس مشكلته إنه ما بيعرفش يخلص أمام المرمى. بيجي قدام المرمى وتحس كده في مشكلة، ما تعرفش إيه اللي حصل له. اللعيب التاني بقى هو مهاب ياسر. طبعا مهاب ياسر لعيب حريف وكان كويس والله، بس مشكلته مش عارف ايه اللي كان منعه ان يعرف يهدف مع نادي الزمالك او الحظ. هي في لعيبه كده يا جماعه بتروح مثلا من نادي بتكون مكسره الدنيا ولعيبه كويسه جدا، تيجي نادي الزمالك تلاقيها مفيش مستوى. ليه؟ لان ما بيبداوش يظهروا، لان في نجوم كتيره في نادي الزمالك. لكن مهاب ياسر مشكلته وحظه الوحيد انه بيلعب مكان احمد السيد زيزو. كلنا عارفين مستوى احمد السيد زيزو، يركن اي لعيب في الدوري المصري على جنب يقول له اركن كده وانا هلعب مكانك. مهاب ياسر يعتبر شبه مظلوم في نادي الزمالك، وده طبعا عن اقتناع، لكن هو لعيب حريف وكويس جدا وكان نفسي انه يكمل مع نادي الزمالك. اللعيب الثالث هو معانا سيف فاروق جعفر. سيف فاروق جعفر بعد ما انتقل لنادي بيراميدز رجع نادي الزمالك تاني. جمهور نادي الزمالك زي اللي حصل له كده منه مشكلة، او حاسس انه اللعيب ما كانش على المستوى بعد ما رجع. لا، مش هو ده سيف فاروق جعفر اللي احنا معتادين عليه او اللي احنا نعرفه، فبالتالي نادي الزمالك هيضطر يبيعه. واللاعب التالت هو كوستان. طبعا اللاعب ده ملحقش يلعب كتير، ويعني ما قعدش كتير خالص مع نادي الزمالك، او بالفعل ما لعبش او المدرب ما اقتنعش بيه، فالتاني ده هيمشي. وبعد كده هو الفلسطيني عمر الفرج. عمر فرج اللعيب ده يعتبر ما لعبش مع نادي الزمالك غير مباراة او اتنين، فالصراحة ما اعرفش احكم عليه، بس هو كان لعيب كويس جاي من مكان كويس، بالتالي هيمشي. وبعد كده اللعيب الاخير وهو سيدن داي. طبعا سيدن داي ما لعبش وما يعتبر ما نعرفش نحكم عليه برضه زي عمر الفرج، ما لعبش مباراة او اتنين ما اعرفش. بس سيدن داي ده مش لعيب اللي هو تعرف تحكم عليه دلوقتي، كان نفس المدرب يصبر عليه شوية، بالتالي كان هنعرف نحكم عليه، نعرف نشوف ان مستواه كويس او وحش. طب تعالوا بقى بينا نشوف صفقات نادي الزمالك اللي هيعملها حسين لبيب، هو رئيس نادي الزمالك، هذا الميركاتو الشتوي. يا رب تكون صفقات كويسة. وكمان مش هي دي كل الصفقات، لا ده انا جايب لك اللي ان شاء الله تمت بنسبة 70%. بس بالله عليك قبل ما اعرفك صفقات نادي الزمالك ما تنساش تعمل لي اشتراك في القناة وتفعل لي زر الجرس حتى يصلك كل جديد. القناة دي عاملينها الاخبار اول باول، يعني كل اخبار الدوري المصري والكونفدرالية وافريقيا وبطولة دوري ابطال افريقيا وكأس مصر وكأس رابطة الاندية، كل ده بيوصل لك اول باول، بحيث ان انت تدوس اشتراك في القناة فعلت زر الجرس كل حاجة هتجيلك. فما تبخلش عليا بلايك جميل منك كده يا حلو. ويلا نكمل بينا صفقات نادي الزمالك. صفقات الزمالك في يناير كشفت العديد من التقارير المصرية عن أسماء صفقات الزمالك في يناير، وقد دخلت إدارة الأبيض برئاسة حسين لبيب مفاوضات مكثفة من أجل حسم العديد من اللاعبين خلال هذا الشتاء، وذلك ببعض المطالبة التالية. حدد المدرب السويسري كريستيان جروس أبرزها المهاجم والجناح. يعني كريستيان جروس طلب من إدارة نادي الزمالك إن هو مش محتاج أي حاجة غير المهاجم والجناح. ومن بين الصفقات الزمالك
المتوقعة خلال هذا الشهر المهاجم الغيني كواد أبوكو. طبعا اللاعب ده كويس جدا، ويا رب يجي الزمالك ويفيد نادي الزمالك. مهاجم قناص بالكلمة، مونتريال الكندي. بالإضافة إلى اللاعبين بالإضافة إلى اللاعب محمود جهاد لاعب وسط فريق فاركو. اللعيب ده كويس مع نادي فاركو، بس يا رب يجي يثبت نفسه مع نادي الزمالك ويبدأ يلعب كويس، يبدأ يكون نص ملعب كويس. خصوصا نادي الزمالك عنده نص ملعب من نار. والله العظيم انا شايف ان نادي الزمالك نص ملعب بتاعه ده بس يرجع احمد حمدي وناصر ماهر، نادي الزمالك محدش في الدوري المصري هيعرف يقف قدامه كفريق. فريق كويس جدا، كويس جدا، وفريق جبار. ولا سيما وإن هناك العديد من الصفقات الأخرى الذي يسعى لها الفارس الأبيض إلى تدعيم خلال الفترة الحالية، في الوقت الذي أكد فيه هذا التقارير بأننا على أعتاب موسم تاريخي للقلعة البيضاء، وذلك عن طريق التعاقد مع مجموعة من النجوم سواء الأفارقة أو الأوروبيين لتدعيم صفوف الفريق قبل انتهاء الشهر الجاري. ومن المقرر أن يتم تدعيم الفريق قبل انتهاء شهر يناير الجاري. الزمالك يا ريت يبدأ يتعاقد مع أحمد السيد زيزو، بحيث إنك لو جبت طرف مع شلبي، أنا شايف إن شلبي كويس جدا. شلبي محتاج بس جمهور نادي الزمالك يديله زقة كويسة زي اللي كان بيديها الأشرف بن شرقي. بس كلاعب، مصطفى شلبي لاعب كويس جدا، ادينا شفناه في المباراة الأخيرة بيعرف يخلص قدام المرمى. شفنا مشلاك وشفنا شلبي، لا شلبي احسن بكتير. طبعا جمهور الزمالك مشكلته انه بيقارن شلبي باشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي حاجه كده كانت نادره جايه، والله فعلا هي دي الصفقه الوحيده اللي نادي الزمالك عرف يجيبها من المغرب. لا صفقه كويسه جدا. اشرف بن شرقي كان لعيب كويس، بس انت هتعمل ايه؟ اشرف بن شرقي مش عايز يمضي للزمالك غير بمبلغ ما. فانت عندك شلبي، لا ادي شلبي، حسس شلبي ان هو لعيب كويس. ما تحسوش ان هو حتى لو ضيع او اخفق تقارنه باشرف بن شرقي. لا شلبي كويس. انا شايفه ان شلبي ان شاء الله هيفرق مع نادي الزمالك الفتره الجايه. خصوصا نادي الزمالك ممكن يجيب تدعيمه زي اشرف بن شرقي. هو لو عرف يتدخل بالظبط كده مع اشرف بن شرقي، اشرف بن شرقي في الفريق بتاعه مش هو التوب ومش هو الاساسي، فنادي الزمالك بس محتاج تكايه كده منه انه يضغط مع اشرف بن شرقي، وان شاء الله اشرف بن شرقي يجي نادي الزمالك. يا ريت كمان احمد السيد زيزو نخلص في الحوار بتاعه ده، عشان احمد السيد زيزو لعيب هايل جدا في نادي الزمالك. الحته بتاعت المهاجم دي انا شايف فتره ناصر منسي الفتره اللي فاتت دي كان كويس وكان شغال على نفسه بطريقه كويسه، بس لو جبنا مهاجم تاني معاه هيكون كويس. بعد كده نبدا نشغل الجزيري او نبيع الجزيري، ما اعرفش، بس على حسب ما هو داير ان الجزيري خلاص كده برضه هيكون بره نادي الزمالك. ده كان ابرز عناوين او ابرز الحاجات اللي دايره في الاخبار عن صفقات نادي الزمالك. حبيت اطلع واعرفها لحضراتكم اول باول، وان شاء الله لو في صفقات تانية نادي الزمالك على طول هكون موصلها لحضراتكم. فما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناه وتفعلوا لي زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. بس بالله عليكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه، عايزين نكمل 1000 زملكاوي كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.